السلام عليكم. ازاي لقاء مايك هاكابي لسه ما اترجمش؟ الراجل بيقول هناخد الشرق الاوسط كله، بيهددنا بالتصريح ال100 سنة حرفيا. لما يصرح جبل السياسة الامريكية مايك هاكابي بالتصريح ده، والتصريح ياخد 4 مليون مشاهدة في اول 3 ايام ومحدش لسه ترجمه. The Nile to the Euphrates, which is once again basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. سيكون الأمر جيدا لو أخذنا الشرق الأوسط كله. طبعا ردود أفعال عالمية وجيوش جاية المنطقة ملهاش آخر. لما ظهرت قناة مجتمع من كام شهر قلت العدو على الأبواب. عملت حلقة قلت فيها إن ده أخطر تنظيم جاسوسي على الإطلاق. رابط الحلقة في التعليقات مهمة جدا. طالما دول ظهروا بالتمويلات دي يبقى في حد جاي. العدو قبل ما يجي مش هيطب مرة واحدة، لا، بيبعت الأول ناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يكسروا مجادفنا، يكسروا أسلحتنا، يغيروا الثوابت. ده اليهودي هو المسلم. اليهودي مسلم زينا. لو انت قاري قرآن يا ترادفي يا تراثي، فالعدو اختار أطروحات الزنديق محمد شحرور لأنه بيقول الكلام ده، واتعملت قناة كاملة عشان تنشر أفكاره. أولا معظم أهل الأرض مسلمين، ومعظم أهل الأرض يروحوا على الجنة. هذا العكس هو الصحيح. حتى من يسمى اليوم بالمسيحي، حتى ما يسمى مسيحي ولا يهودي ولا بوذي ولا كونفوشيوسي، كلنا مسلمين وكلنا في الجنة. قناة كاملة، قناة مجتمع اتعملت على أطروحات شحرور. وطبعا التمويلات ما أقولكش 36 مليون مشاهدة في كام شهر. ايه ده؟ تمويلات مليارية. ايه بقى مهمة القناة دي؟ شوف بنفسك. تذكير أن اليهود والنصارى ليس المقصود بهم المجموعات السياسية أو يعني هذه لا يتم إسقاطها على ما هو موجود حاليا. ليس تصنيف الأحوال المدنية ولا حتى تصنيف المسلمين ومثلا هذه لفظة قرآنية نحاول فهمها لسانيا ومدلولها اللساني في القرآن. أي نعم، هذا هو. اوعى تفتكر ان اليهودي هو تعريفك انت كمسلم لليهودي، لا، ولا تعريف الاحوال المدنية. اعتبار اليهود كعرق او كمكون جيني مختلف او خاص خاطئ. أرفض هذا الكلام جملة وتفصيلا. طبعا لازم ترفض. وطبعا اكيد بيت المقدس ليس في فلسطين، ما احنا لازم نفرغ لهم المكان ده. عاوزين بيت المقدس؟ روحوا دوروا عليه في اليمن مثلا، بيزحلقونا والله. المهم نفضلهم الأرض. هذه التقسيمة تشكل لك حدودا لجغرافية التوراة. هنا القدرة على إثبات أنها ليست فلسطين أو أنها في اليمن. أعطيني هذه المناطق فلسطين، هذه أرض الميعاد. فلسطين فيهاش جبال شاهق. اليهودي مش هم اليهود اللي احنا عارفينهم. وبيت المقدس طلع في اليمن. كل عام وأنت بخير، تمت تصفية القضية. انت متخيل ان هذا الكلام له إعلانات ممولة بملايين عشان توصل لولادنا وبناتنا في البيوت؟ طب عارف كام شحروري بدأ ينتشر في هذه الأمة اليومين دول؟ وكلنا اسمنا المسلمين، ده في المصحف. كلنا مسلمين وده في المصحف يا فندم. لكن كلنا اسمنا المسلمين. كلنا العالم كله، العالم بما فينا اي الكافر. حد متصل بالله من غير انبياء. البوذي متصل بالله مسلم. اي حد خدها في الاطلاق بقى. متصل بالله مسلم. طب ايه رأيك بقى؟ اليهود زي ما اتفقنا مسلمين. عارف بقى اليهودي اللي ربنا وصفه في القرآن بان هم كفار؟ عارف دول مين؟ اسمع بنفسك. هل يمكن إطلاق لفظ وصف يهودي على السلفي مثلا؟ بدون شك، اعتمادا على وإذا الفهم ذاك القرآني لللفظ. طبعا بدون شك، والله عارف، بدون شك. طلع المسلمين هم اليهود، وسكان تل أبيب مسلمين، والأحوال المدنية بتضحك علينا. اقرأوا التاريخ، شوفوا كيف التتر تعاونوا مع الباطنيين قبل غزو بلادنا. أسلمت اليهود وتهويد المسلمين أجندة يا فندم. وروح البنك شوف حسابك البنكي وصل كام. ده انت لو شافعي بتاخد بأدوات الشافعي، فأنت تجعل مع الله أندادا. اللي بيتبع الشافعي كافر ونتنياهو مسلم. طيب أوضح ايه أكتر من كده؟ أوضح ازاي ان في تنظيم باطني جاي يخرب العقيدة ويهدم الثوابت أكتر من كده؟ فاكر لما نتنياهو طلع من كام يوم وقال لك بنعمل محور ضد المحور السني؟ وصل يا فندم. الكشافة وصلوا. الباطنية الشحرورية أخطر تنظيم إلحادي زندقي في هذه الأمة. تنظيم جاسوسي جديد. تنظيم ابن العلقمي جديد. أتحدى شحروري واحد يطلع يقول إن مايك هاكابي
مش مسلم. أتحدى مايك هاكابي مسلم عند كل شحروري، يبقى لما يجي ياخد البلد وسع طريق لاخوك. أسلمت اليهود وتهويد المسلمين زندقة لا تخفى على رضيع، فوضى عقدية بتخدم على تل أبيب وتفرغ الإسلام من كل حاجة. ألف باء إسلام، من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ألف باء إسلام، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. ألف باء إسلام، من يكفر بالقرآن فالنار موعده. الأمة مجمعة على ده الأمة مجمعة على كفر من لم يكفر هؤلاء. قال القاضي عياض: وقائل هذا كافر بالإجماع من لم يكفر أحدا من هؤلاء أو توقف في تكفيرهم أو شك. وقد انعقد الإجماع أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بتخفيف عذاب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ده من تصدق ولم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فالنفقة بتاعته الصدقة مردودة، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. لو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لليهود انتوا مسلمين، والله لأكل الثريد على مائدة حيي بن أخطب ولقاتلت معه اليهود كل من يحاربه، ودوا لو تدهن فيدهنون. اللي بيحصل ده واستضافة الزنادقة على فضائيات غير مسؤولة والله خيانة للأمة. لازم الفضائيات والقنوات تفهم إن في أجندات. محتاجين نشرح عقيدة من أول وجديد. محتاجين كل مسلم يكون عنده في هذا الوقت والله مشروع دعوة. اكفوا المشروع دعوي، شارك بكلمة بمنشور. كادت أن تكون الدعوة فرض عين على كل أحد في هذا الوقت. تمويلات الزنادقة مليارية، لكن إن شاء الله نتعاون ونحذر. محتاجين وقفة بجد. ناس تفكر تعمل مثلا يوم للتحذير من الزنادقة، حملة على كل المنصات لهذه الهجمة الشحرورية. والله ده هيخرب كل مشروعهم، هيخلي أموالهم حسرة عليهم.